قاعدتنا الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات في سياستنا الداخلية والخارجية، فإننا ماضون في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الترابية التي لا مجال فيها للمساومة. وانطلاقا من ثوابت سياستنا الخارجية التي عملنا منذ اعتلائنا العرش على ترسيخها، فإننا عازمون على المضي قدما في خدمة المصالح العليا للوطن وتوطيد روابط انتمائه الإقليمي وتنمية علاقاته الدولية مهما كانت الإكراهات الناجمة عن السياقات الدولية المضطربة والأوضاع الإقليمية الصعبة. كما أن تعزيز انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية طبقا لما كرسه الدستور الجديد من دسترة قواعد الحكامة الجيدة كفيل بترسيخ مصداقية بلادنا كشريك اقتصادي ذي جاذبية قوية في ميدان الاستثمار، عماده في ذلك رصيده الهام في مجال الشراكات والتبادل الحر مع عدة دول ومجموعات سواء في جوارنا المباشر أو مع قوى اقتصادية أخرى وزنة. أما بالنسبة لروابط انتمائنا الإقليمي فإننا سنظل متشبثين ببناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ومشروع اندماجي لا محيد عنه، مع ما يقتضيه الأمر من تصميم ومثابرة لتذليل العقبات التي تعرقل مع كامل الأسف تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس. وفي هذا الصدد فإن المغرب لن يدخر جهدا لتنمية علاقاتنا الثنائية مع دول المنطقة، مسجلين الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة. وإننا لملتزمون وفاء لأواصر الأخوة العريقة بين شعبين الشقيقين ولتطلعات الأجيال الصائدة بإعطاء دينامية جديدة منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين بما فيها فتح الحدود البرية بعيدا عن كل جمود أو انغلاق، مناف لأواصر حسن الجوار وللاندماج المغاربي وانتظارات المجتمع الدولي والفضاء الجهوي. وعلى مستوى انتمائه العربي والإسلامي فإن المغرب الذي يتابع بانشغال ما يجري في بعض البلدان العربية الشقيقة من تحولات يعتبر أنه لا مناص من التعاطي مع قضايانا وتحدياتنا بروح جريئة واستشرافية بالحوار التوافق البناء بعيدا عن كل أشكال التعامل التقليدي الذي برهن عن محدوديته وعدم جدواه، وذلك لتطويق المخاطر المهددة لسلامة الدول ووحدتها الترابية. وإن خدمة المصالح الحيوية للأمة العربية في هذا الاتجاه لا يقتضي قبل كل شيء الاعتماد على روح التعاون والتكامل والشراكة المثلى بين كل مكونات الوطن العربي وتكتلاته الإقليمية. وتظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتنا، ولا سيما في هذه الظرفية التي تشهد انبثاق آمال عريضة أفرزتها المواقف الإيجابية لبعض الأطراف الدولية الكبرى والآثار المنشودة من المصالحة الفلسطينية. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس فإننا نوجه نداء للرباعية الدولية لتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مجددين التأكيد على أن السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر ضمان حقوق جميع الشعوب المنطقة في الحرية والاستقرار والازدهار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار عاصمتها القدس الشرقية. أما علاقتنا مع عمقنا الإفريقي الذي يشكل مجالا لفرص واعدة فإننا حريصون على نهج مقاربة متجددة قائمة على التضامن ومبنية على تعزيز الأمن والاستقرار خاصة في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن خلق شروط تنمية بشرية تسهم في النهوض بالإنسان الإفريقي طبقا لأهداف الألفية للتنمية. كما أن ما يجري من أحداث ومتغيرات في منطقة جنوب المتوسط يؤكد ضرورة تحقيق نقلة نوعية في مسارات الشراكة بين الشمال والجنوب من أجل خلق فضاء اقتصادي وإنساني متضامن ومنسجم تتقاسم شعوبه قيم الديمقراطية والتنمية المشتركة. ويمكن لشراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي بمختلف أبعادها أن تشكل مصدر إلهام لصياغة هذه المقاربة المتكافئة ذات المنافع المتبادلة.
وسيواصل المغرب تعاونه مع باقي الشركاء في القارتين الأمريكية والإسيوية في إطار شراكات استراتيجية مثمرة، بما يضفي المزيد من الحيوية على شراكاتنا عبر العالم. شابي العزيز، في هذا الظرف التاريخي المتميز بتدشين عهد دستوري جديد، نستحضر بكل خشوع وإكبار الأرواح الطاهرة لجدنا المقدس بطل الحرية والاستقلال جلالة الملك محمد الخامس، ووالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني باني الدولة المغربية العصرية، وكافة الشهداء الوطن الأبرار أكرم الله مثواهما. كما نتوجه بالإشادة إلى قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارة الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن حوزة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره. شعبي العزيز، كما أن لكل زمن رجاله ونساءه ولكل عهد مؤسساته وهيئاته، فإن دستور 2011 بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية والمواطنة الملتزمة والمسؤولية العالية وخدمة الصالح العام. كما يتطلب انتهاج سياسات المقدامة الكفيلة بتحسين المكتسبات وتقويم الاختلالات والنهوض بالإصلاحات الشاملة، وذلكم هو السبيل الأمثل لتحقيق طموحنا الجماعي لبناء مغرب جديد موحد ومتقدم يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه ويحفظ كرامتهم ويصون وحدة الوطن وسيادته. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.